مرحبا بكم. الا كنتم من عشاق الصفه اجيو اليوم نحضروها مالحه بالنكهه ديال الحوت وبلا حوت. كيف ما شفتوا معايا غير الشكل ديالها كيجي رائع، نقدموه لضيافنا ونقدموه لوليداتنا كي غادي يتسطاو عليها وغادي يبغيوها. وحضرت بنفس الصفه، حضرت وحده مالحه وحده حلوه. تابعوني حتى الاخير. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما فيها باس اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وما تنسوش ترجعوا للقناه وتكتبوا لي الراي ديالكم في القناه كامله. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للسفه ديالنا هي هذه. خديت هو نوع ممتاز، انا خديت ديال البكيه. نتوما ممكن تاخذوا ديال العبر، ولكن تقولوا ليه يعطينا النوع اللي مزيان. وهكذا باش ما غاديش تلتصق لكم، ما غاديش تعذبكم ملي كتكونوا كتفوروها وكتخدموا بها. اول حاجه كيف ما شفتوا معايا غادي ناخذ السفه ديالنا، غادي ندهنوها بواحد شويه ديال الزيت هكذا باش غادي نلبسوها كامله. ملي كنفوروها ما كتلتصقش لينا، ومن بعد كتفك لينا كل خيط بوحدو هكذا باش كتجيكم السفه ديالكم ناجحه. غادي نحاولوا ندهنوها كامله باش تلبس لينا بداك الزيت. من بعد غادي نديروها في واحد الكسكاس. كاينين الناس اللي كيغسلوها، الا كيف ما قلت لكم الا كانت ديال العبر كيحاولوا الناس، كاينين اللي كيغسلوها ولكن انا ما غاديش نغسلها، غادي نفورها مباشره. كاينين الناس كيفوروها التفوره الاولى ومن بعد كيخويو على داك الماء الطيب اللي كاين في القدره وكيعاودوا كيديروا هذاك الماء كيردوه في القدره هكذا باش بحال كيشللوها. ولكن كيف ما قلت لكم انا كاين عندي ديال الباكيه، داكشي علاش ما غاديش نغسلها نهائيا. وبالنسبه ليا درت السفه ديالي حتى فورات طفرت وخرج من هذاك البخار مزيان، ولا داك السبوله ديالها خليتها تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق. من بعد درتها في القصريه، زدت عليها واحد شويه ديال الملحه. وهنايا غادي نبقى كنزيد الماء شويه بشويه، وكنبقى كنشرب ديك السفه ديالي وكنحركها في داك الماء هكذا باش غادي تشرب ليا مزيان. من بعد غادي نخليها حتى غادي تشرب ليا داك الماء ديالها اللي درت فيها كامل، غادي تشربوا ليا مزيان. ومن بعد غادي نردها للمره الثانيه في الكسكاس. تقريبا السفه ديالنا كنفوروها 3 ديال النوبات ولا 3 ديال المرات حتى غادي تفور مزيان كيف ما قلت لكم. باش ما كتخليوها كتفور مزيان تختصر عليكم الوقت في الطياب. هنا من بعد ما شربات ليا درتها في الكسكاس وخليتها على البخار ولا فوق القدره، خليتها حتى فارت مزيان بهذه الطريقه. وهنا غادي نعاودو نردوها في القصريه. هذه راه المره الثانيه. كيف ما شفتوا معايا هنايا من بعد ما فرت ليا السفه ديالي انا غنزيد عليها واحد شويه ديال الملحه، لانني تذوقتها لقيتها شويه راها خاصه شويه ديال الملحه. غادي نزيد عليها الملحه وغادي نبقى كنشربها بالماء حتى غادي تشرب ليا مزيان، وحتى اللون ديالها راه يتبدل نهائيا، كيولي اللون ديالها مائل للابيض. هنا كنبقى نزيد الماء شويه بشويه. بالنسبه للبنات ملي كتلتصق لكم بعض المرات السفه ديالكم ما كتعرفوش كيفاش ديروا ليها، احسن حاجه واحسن حل انكم تدهنوا واحد شويه ديال الزيت، يعني تحاولوا تفكوها بالزيت. من بعد كتضيفوا عليها غير شويه ديال الماء وكديروها تفور. هنايا من بعد ما شربتها مزيان بالماء درتها في الكسكاس ودرتها على البوطه. وبالنسبه للشرموله اللي غادي نديروا للسفه ديالنا ولا ديك باش غادي نغمسوها وباش غادي نملحوها، هما هادو من المكونات اللي غادي نحتاجو الفلفل الالوان، غادي نحتاجو الفلفله الصفراء الحمراء، 5 ضروسه ديال الثومه، واحد شويه ديال الفلفله الخضراء. نتوما ممكن تزيدوا الكميه وتنقصوا على حسب الرغبه ديالكم والكميه ديال السفه. هنا غادي نحتاج شويه ديال الزيتون مقطع حتى هو كيجي لذيذ في هذه الوصفه. وهنا غادي نحتاجو الشامبينيون الكحل. من بعد ما رقدتو وغسلتو مزيان قرطو بهذه الطريقه. ممكن ديروا ايضا شامبينيون المرقد ولا اللي كيكون بيض اللي تيكون اللون ديالو ابيض. هنا عندي واحد الحبه ديال البصله اللي غادي تكون مشلضه رقيق. كيف ما شفتوا معايا انا عندي زليفه لانني كانت عندي البصله شويه كبيره. هنا غادي نحتاجو شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون. كيف ما قلت لكم غادي نديروا الشرموله ديال الحوت وبلا حوت. هنا غادي نحتاجوا واحد شويه ديال التوابل ديال الحوت وواحد الضمه البنه ديال الحوت. غنزيد واحد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الملح، شويه ديال البابريكا ولا التحميره.
وهنايا غادي نحتاجو واحد شويه ديال صلصه الصوجا ولا الصلصه ديال الصوجا، حتى هي كتعطينا واحد النكهه لذيذه وكتعزز لينا ديك النكهه ديال الحوت. ومن طبيعه الحال ما غاديش ننساو واحد شويه ديال الجبن. هاد الجبن غير اختياري، انا كيعجبني نزيدو في السفه ديالي، كيعطيني واحد الملوحيه وكيعطيني اللذه الوصفه ديالي. غنزيدو عليها واحد الربيع ديال الحامضه مصيره. ممكن ايضا نزيدوا واحد شويه ديال مركز الطماطم، حتى هو كيعطينا واحد النكهه لذيذه لهاد الوصفه ديال السفه مالحه. وهنا غادي نحتاج واحد الكميه ديال صدر الدجاج. بالنسبه لي انا خديت واحد الصدر ولا نصف ديال صدر دجاجه كامله، خديت غير نص ديالو وقرطته مربعات بهذه الطريقه. وبالنسبه للتشحيره ديالنا ولا التتبيله ديالنا، كل حاجه غادي نشحروها بوحدها. غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي نديرو عليها واحد شويه ديال الزيت النباتي، وغادي نديرو عليها ديك الزليفه ديال البصله، وغادي نخليوها حتى غادي تقلى مزيان. من بعد ما تحمر وتذهب اللون ديالها غادي نخليوها على جنب، لاننا غادي نستخدموها بهذه الطريقه، كتعطينا واحد النكهه لذيذه. وفي واحد المقله واحده اخرى غادي ندير واحد الكميه ديال الزيت النباتي. ممكن ايضا تخلطوا الزيت النباتي مع زيت الزيتون، ممكن ايضا ديروا قطع ديال الزبده. غادي نشحروا فيهم داك صدر الدجاج مزيان حتى غادي تشحر واحد شويه. من بعد غادي نزيدوا عليه الشامبينيون الكحل اللي كنكونوا مرقدينه كيف ما قلت لكم في الماء. غادي نزيدوا دوك الخمسه ديال الفصوص ديال الثوم. غنزيد واحد شويه ديال الحامض المصير اللي غادي يكون حتى هو مشلض رقيق. غادي نزيدوا التوابل ديالنا اللي هي البزار، الخرقوم، البابريكا. غنزيدوا ضامه البنه ديال الحوت. غادي نزيد دوك التوابل ديال الحوت. هادو راه كيتباعوا عند مالين الحوانت غير هكذاك، كتبيع ديك التتبيله ديال الحوت. غنديروا الكمون، غادي نديروا الملح. تقريبا التوابل اللي كنديروا ديال الشرموله المغربيه، الكل كيعرفها. من بعد غادي نزيدوا الزيتون الاخضر، وغادي نحاولوا نحركوا المكونات ديالنا كاملين. غنزيدوا عليهم شويه ديال القزبور ومعدنوس اللي كيكونوا مفرومين، تقريبا كنزيدوهم هما الاخرين هكذا باش كتبقى لنا النكهه ديال الطروه ديالهم في الحشوه ديالنا. وبالنسبه للفلافل ديالنا حنايا غادي نديروهم في واحد المقله واحده اخرى. غادي نديروا واحد شويه ديال الزيت، وغادي نديروا الفلافل ديالنا الوان، وغادي نقليهم حتى غادي يذهب اللون ديالهم هكذا، باش هذيك النكهه ديال الفلفله كتجينا لذيذه وكتعطينا واحد اللذه للسفه ديالنا. انا ما حاولت ما نخلطش المكونات ديالي مع بعضياتهم، لانه كتجي النكهه ديالهم شويه مختلفه وما كتجيش لذيذه. ملي كنقليو كل واحد بوحدو كتعطينا واحد النكهه اللي مختلفه، وكل حاجه كتعطينا النكهه ديالها الاصليه. بالنسبه للسفه ديالي كيف ما شفتوا من بعد ما فورات انايا، لانني درتها وخليتها واحد المده حتى بردات واحد شويه. من بعد حتى الوقت ديال التقديم حاولت نسخنها واحد شويه، فكيتها وعاود درتها في الكسكاس غير سخنت واحد شويه. من بعد هكذا غادي نزيد عليها التوابل ديالي، وغادي تجيني النكهه ديالها بنينه وكتبقى سخونه. لانني وجدتها شويه بكري وخرجنا حتى رجعت في العشيه، عاد انني زيد ديك السفه سخنتها كيف ما قلت لكم، وزدت عليها الشرموله. انا هذيك السفه ديالي قسمتها على جوج هكذا كيف ما قلت لكم. غادي ندير نص حلو، غادي نزينو بالقرفه بواحد شويه ديال اللوز مهرمش. غادي يبقى تزيين اختياري، كل واحد غادي يزين بالطريقه ديالو. هنايا بالنسبه للسفه المالحه كيف ما شفتوا معايا، خديت السفه زدت عليها هذاك الدجاج والشامبينيون اللي درنا، زدت عليها الفلفله المقليه، وزدت عليها ديك البصله اللي مقليه. كل واحد غادي يدير الكميه ديال السفه اللي بغا. وبالنسبه للحشوه غادي يديرها على حسب الرغبه ديالو، ممكن يكثر وممكن يقلل على حسب الرغبه. هنا غادي نزيد على واحد الكميه ديال الفرomاج. كيف ما قلت لكم هذيك النكهه ديال الفرomاج كتواتى مع ديك النكهه ديال السفه وديك الحشوه اللي درنا. وهنا غادي نحاولوا نخلطوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم. كيف ما شفتوا معايا نقصت الكميه ديال الحشوه لانني خفتها تجي كثيره بزاف، داكشي علاش نقصتها. ولكن من بعد انايا من بعد ما خلطتها حسيت براسي راه باقي السفه ديالي خاصه شويه الحشوه، وعاود زدتها. وزدت واحد شويه ديال صلصه ديال الصوجا.
انا هنايا غادي نزيد الحشوه ديالي اللي بقات. هنايا من بعد خلطت السفه ديالي مزيان حتى اندمجت مزيان مع دوك المكونات ديالي. وهنايا قدمتها في الطبسيل ديال التقديم على شكل طولي على هذا الشكل، وزينتها بواحد شويه ديال الكروفيت اللي شحرته من قبل فواحد شويه ديال الزبده. وغادي نزينوها بالطروفه ديال الحامض بهذه الطريقه. كيف ما كتعرفوا النكهه ديال الحامض كتواتى مع النكهه ديال الحوت. واخا اننا ما دايرينش فيها الحوت نهائيا، ولكن ملي كتكونوا كتاكلوها كتحسوا بحال راه هي فيها الحوت، خصوصا ملي كتزينيها بالكروفيت ولا كتزينيها بشي نوع ديال الحوت ولا بواحد شويه ديال الكالامار، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. وممكن الا كان متوفر عندكم نتوما الحوت تزيدوه حتى هو في الحشوه. كيف ما قلت لكم دائما كنحاولوا نديروا حنايا الوصفات اللي هي البسيطه والاقتصاديه، ومن بعد كل واحد كيبقى اختياري وعلى حساب المصروف ديالو وعلى حساب الامكانيات ديالو. هنا زينت بواحد شويه ديال الطماطم الكرزيه هكذا باش غادي نعطيو واحد اللوين زوين للتبصيل ديالنا. وهذه السفه الثانيه كيف ما قلت لكم اللي غادي تكون حلوه، زينتها بتزيين عادي جدا. درت واحد شويه ديال القرفه، وغادي ندير واحد شويه ديال السكر كلاصي، وغادي ندير شويه ديال اللوز ولا الكاوكاو اللي كيكون مهرمش من الفوق. التزيين كيبقى اختياري وكل واحد غادي يزين بالطريقه ديالو. خصوصا ملي كيكونوا عندنا الضياف كاينين الناس اللي كيفضلوا هاد الحلوه على المالحه، وكاينين الناس اللي كيفضلوا المالحه على الحلوه. داكشي علاش كنحطوهم بجوج في طبله واحده، وكل واحد كياكل على حسب الرغبه ديالو. كيف ما شفتوا معايا جوج اطباق في طبق واحد كيجيو لذاذ وكيجيو مزوقين لينا الطبيله ديالنا. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم عجبتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم بالتعاليق ديالكم. وصلت معكم لنهايه الفيديو، بسلام في وصفه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس، وبسلام فيديو اخر ان شاء الله.